السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شوات اقتصادية مع سميرة. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في أحوال طيبة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله. اليوم غادي نتشارك معكم هاد الصابلي اللي هانتوما كتشوفوا اللي بالشكلاط، اللي كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. وغادي نقول لكم في وسط الفيديو نوعية الشكلاط اللي استعملت، اللي شوية كتقاوم الحرارة، ماشي بزاف ولكن راها مهم شويه، ماشي بحال النوعيه ديال الكالا. والمهم الصبري ديالي هو هذا، ونتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتعاونوني بواحد اللايك واشتراك. واللي كتشوف القناه ديالي لاول مره ما تنساش تابونا في لاشين باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله بحول الله. بلا ما نطول عليكم غندوزو لطريقه تحضير الصابلي. بالنسبه للصابلي البنات غادي نخدم معكم الصابلي اليوم، الصابلي ديال الهشوار. ما غاديش نخدمو في يدي وكيعطي نتيجه رائعه احسن من اللي غتخدميه في يديك. راه بحال كتخدميه في العجانه. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده المارغرين او اي نوعيه كتستعملوا نتوما، المهم تكون فيها رابعه، او 250 غرام. كندير واحد القبيس هاد الملحه اللي ضروريه، اللي كنصحوا بها الذوق، يعني كتعطي واحد مذاق زوين مع الحلاوه. ما كديري ديك قبيصه د الملحه كتجي زوينه. غادي ندير هنايا هذا الزيت، وغادي ندير السكر، وغادي ندير عندي كاس ونص ديال الزيت نباتيه عبار، دائما كيبقى كاس ديال العنبه. انا بالنسبه لهاد الهشبره كنت نخدم غير بيدي، ولكن ملي بدات يدي كضرني بقوه الدليك ديال الصابلي وديال الحلويات الاخرين راه شريتها، ولكن صدقت النتيجه رائعه. عندي هنا كاس ونص ديال السكر سنيده. سكر سنيده عفوا البنات بطبيعه الحال خصها تكون سنيده رقيقه، واللي كانت عندكم غليظه بامكانكم تغربلوها وغادي تعطيكم سنيده رقيقه. هاد الهشوار البنات راه ما نقول لكمش عليها، راها كتحليب مجفف. كندير واحد فلون كراميل كبير وكنخلطهم، وكنبقى ناخذ معاهم منهم دائما 2 معالق باش كنخدم الصابلي ديالي كيجي فيه واحد المذاق زوين وواحد اللون رائع. كندير واحد المعلقه ديال الكليكوز كبيره اللي كتحافظ لنا على القرمشه، وكيبقى الصابلي مده طويله وهو مقرمش. وبطبيعة الحال عندي هنا 3 ديال البيضات دائما. كل كاس كيمشي كل كاس كيمشي مع 2 ديال البيضات. الا كنتو دايرين كاس الزيت ديروا كاس ديال الزيت، كاس سنيده 2 بيضات. كنتو دايرين كاس ونص كيداروا جوج كاس 3 البيضات. كاس ونص سنيده، كاس ونص الزيت، 3 البيضات. كنتو دايرين 2 كيسان زيت، 2 كيسان سنيده، كديروا 4 ديال البيضات. صابلي ناجح 100%، ما كيتقلش ما كيتعوجش البنات، راه كما كنطبعوا كما كيبقى. ودابا درت كلشي في الهشوار. الهشوار هي هذه الخدمه ديالها بالنسبه للصابلي، خصكم ديروا كلشي فيها. ولا بغيتو نتوما ديروا ديروا شويه بشويه، كيبقى لكم الاختيار. دابا الناس غادي نخدمها. نتوما عندي الفيتاس الاول والثاني والثالث، انا كنخدمها في الثالث. كنبقى نخدمها كنبرك فيها ونحبس، كنبرك ونحبس حتى كنحصل على النتيجه اللي بغيت انا. كيرجع داك الخليط بحال الكريمه اللي انت كتقيطعي يديك وتصدلكي وتعاودي. راه في ظرف واحد 5 دقائق كيخرج لك معجون معاوط بحال الكريمه. الخليط ديالي من الوجد ها هو هذا، نتوما كتشوفوا النتيجه راها رائعه، وها نتوما كتشوفوا كيفاش داير. راه قلت لكم احسن من اللي تخدموه بيديكم، احسن ب 100 مره. غادي نحطو في هذا البانيو او الاناء. نتوما يمكن لكم تستعملوا قصريه او لا، المهم فاش ما بغيتو نتوما تخدموا الصابلي ديالكم كيجيكم ساهل بهذه الطريقه. ها نتوما كتشوفوا العجينه، الخليط ديال الصابلي كيكون داير بحال الكريمه، يعني بدون تعب.
هانتوما البنات الخليط كيفاش ديالو، قلت لكم راه بحال الكريمه، راه مخدوم مزيان. غير كتشدو كندوز فيه يدي واحد شويه. نسيت البنات ما صورش معكم واحد الكيس د الفانيلا راني درتو. وكديروا له الدقيق شويه بشويه. عندي هنا كيلو ديال الدقيق الممتاز. دائما كنقولها لكم في الفيديوهات، ضروري الحلويات الدقيق نوعيه ممتازه. ما تخدموش باي دقيق، يعني دقيق العبار شي حاجه بحال هكذا. انا كنخدم دائما بالدقيق الممتاز الخاص بالحلويات. وكنجمع الصابلي غير على هاد الطريقه هذه، ما كندلكوش، غير كنجمعو برؤوس الاصابع. وانا نجمعو بهاد الطريقه هذه. نتوما كتشوفوا الصابلي ديالي ملي نعجنو راه كنبيتو في الثلاجه، ضروري كنخدمو في عشيه وكنخليه يبات في الثلاجه، والصباح عاد كنخدم به. وإلا نتوما كنتو مزروبين به يمكن لكم تخليوه على الاقل واحد ساعتين في الثلاجه، غير يرتاح واحد شويه العجين. ها نتوما الطريقه باش كنجمع، راه ما كندلكش، كنبقى غير ندور فيها هكا على هذا الشكل هذا حتى كيتجمع داك البقايا ديال الدقيق وداك الشيء كامله. هانتوما كتشوفوا العجينه راها طريه، ما تدخلوا لهاش الدقيق بزاف. الا دخلتوا الصابلي الدقيق بزاف راه ملي تجيو تلقوه كيبقى كيتفرتت ليكم. هانتوما العجينه راه باينه قدامكم، راها ناجحه 100%. وكنتمنى منكم البنات تدعموني باللايك ديالكم والبارطاج البنات، باش نزيد نعطيكم كل جديد ديالي ان شاء الله بحول الله. واي طلبيه خرجتها راه نبقى نشاركها معكم فضلا وليس امرا. هذيك لا درتوا لي واحد اللايك ولا اشتراك يعني راه ما تخسروا عليها والو. وكنشكركم بزاف. من بعد ما ارتاح ليا الصابلي ديالي في الثلاجه، كنطلقوا على هذا الشكل هذا. راني ما كنرققش العجينه ديالي بزاف، كنخليها ما غليظاش وما رقيقاش. هانتوما غادي تشوفوا السمك ديالها. كنستعمل انا هذا المرشم هذا المربع، كنستعمل بالدقيق ضروري، لان داك القنيتات ديال ديك المربع كيبقاو يتحيدوا الا ما درتولوش دقيق. كنبقى بنفس الطريقه وانا كنطبع كنحط الطابع ديالي وكنبرك عليه وكنهز. راه ما كنديه لا هكا ولا هكا، ما كنديهش ونجيبو باش الصابلي ديالي ما يديفورماش. هانتوما كتشوفوا وكنبقى بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. نتوما السمك ديالو كيفاش داير، راه ما غليظش وما رقيقش. كنستعمل انا هاد السيلباط هذه، لان هاد السيلباط هذه راه كتعطي واحد منظر زوين للصابلي. وإلا ما كانتش متواجده عندكم ماشي ضروري ديروا الصابلي ديالكم عادي في اللاطه. وراني كنشكر البنات المشتركين الجداد اللي كيدخلوا عندي، راه كنقولها نعاودها عفوا. كنشكرهم بزاف وكنقول لهم مرحبا ومئة الف مرحبا. ما تنساونيش غير بواحد اللايك. الطريقه باش كنجمع داك البقايا الصابلي هي هذه الطريقه، راه ما كنجمعوهمش غير بهذه الطريقه هذه باش منين نطلقوهم ما يديفورماوش. كنزيد عليهم واحد شويه د العجين وكنطلق الصبديه ديالي كما العاده. الصبلي ديالي ملي كيوجد هو هذا الشكل ديالي اللي وجدته هو هذا، راه وجدته في داك الموتيف المربع، راه معروف. عندي العقيق هنايا، عندي هنا التعليكه ديال غليكوز الناباج النكهه ديال الحامض، وكندير فيها واحد 10 ديال القطع حتى 12 قطعه ديال الشكلاط. ما كنديرهاش قاصحه بزاف غير باش تشد راسها مزيان. بالنسبه لهذا العقيق هذا راه فيه حبه قهويه وحبه كحله وحبه بيضه. هذا العقيق هذا البنات راه ماشي قاصح، راه داير بحال الباسطه، راه ماشي من داك النوعيه القاصحه. هذا راه كيجي زوين بزاف. كندير منه واحد 3 ديال الحبات او 4.
والصابلي ديالي ها نتوما كتشوفوه كيبان لكم في البانيو، راه اللون ديالو موحد ولون واحد، وما كيجيش وحده محروقه وحده بيضاء وحده حمراء. ها نتوما كتشوفوا اللون ديالو كيفاش داير، راه كيجي لون رائع. والسر البنات راه غير في الطياب ديال الصابلي. كتديروا الفرن ديالكم كيسخن وكتخليوه كيسخن مزيان، وكديروا اللاطه ديالكم الفوق العافيه تحت منها، وكتنقصوا مزيان بحال الشميعه، وكتقابلوه مزيان حتى كيعطيكم هذا اللون هذا. وكنبقى البنات بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله، وغادي نتلاقى معكم ملي نكمل الكميه ان شاء الله بحول الله. ملي كملت الكميه اللي عندي هي هذه البنات، ها نتوما كتشوفوا راه عندي 6 كيلو ديال الصابلي. تبارك الله ما شاء الله، راه جا ناجح وجا زوين. وبالنسبه عفوا البنات، راه نسيت النوعيه ديال الصابلي اللي قلت لكم. النوعيه ديال الصابلي راه عفوا البنات، نوعيه الشكلاط راه كنخدم في هذا الصهد. فصل الصيف كنخدم قبيل. راه كيدير 30 درهم 35 درهم، راه كيصبر الحراره واحد شويه. هو هذا النوعيه باش كنخدم. راه فايت وريته لكم في واحد الفيديو النوعيات قبيل. وكان الفيديو ديالي هو هذا البنات، ونتمنىكم تدعموني باللايك واشتراك. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله، مع السلامه.